يبقى انا زي ما اتكلمت في الفيديو بتاع النهارده، اتكلمت عن ايه الاوراق اللي هتحتاجها عشان تسجل على الموقع، الاوراق اللي هتحتاجها عشان تسحب بيها الملف، والاوراق اللي هتحتاجها عشان تسلم بيها الملف ان شاء الله بعد سماع. واتكلمت في الفيديو عن هل الافاده بتتقبل لو انت خريج الجامعه بديل شهاده التخرج ولا مش هتتقبل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته على احلى اخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ويا رب اشوفكم كده من المقبولين في الكليات العسكريه وكليه الشرطه باذن الله. بص يا اخويا، قبل ما نتكلم عن موضوع النهارده، لو انت اول مره تتفرج عليا ومش مشترك في القناه يا اخويا، بفضل وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لناس كتير. بص، في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن ايه الاوراق المطلوبه لكليه الشرطه. تمام، الاوراق المطلوبه عشان تسجل على الموقع بتاع كليه الشرطه، والاوراق المطلوبه عشان لما تيجي تستلم الملف بتاعك. تمام. بص، قبل اي حاجه انا اتكلمت عن الكود عائلي، وان ده يعتبر اهم حاجه في الاوراق المطلوبه لكليه الشرطه او الكليه الحربيه. بس الكليه الحربيه عرفت ان هي بتقبل التعذر، اما كليه الشرطه مش بتقبل التعذر. وقلت لكم الفيديو اللي فات او شرحت لكم في الفيديو بتاع الكود عائلي ايه الحل لو انت عملت تعذر للكود عائلي بتاع جدك من ناحيه الاب او جدك من ناحيه الام. وقلت لكم ان في الحاله دي هتضطر انك انت تعمل كود عائلي لكل عم وعمه او لكل خال وخاله. تمام يا رجاله، بالاضافه الى التعذر. ماشي، ده لكليه الشرطه. فيبقى عندك انت هتكلم دلوقتي عن الاوراق المطلوبه للتسجيل على الموقع بتاع كليه الشرطه. دي اول حاجه النقطه دي. بص يا اخويا، انت عشان تقدم على كليه الشرطه، تمام، سواء ثانويه عامه او خريجي جامعات متخصصين، لو انت ثانويه عامه لازم يكون معاك النتيجه الاول. ده اول بند عشان تبقى عارف قبل ما تقدم على كليه الشرطه لازم يكون معاك النتيجه بتاعت الثانويه العامه الاول. ليه بقى؟ اول حاجه هتحتاجها مجموع الثانويه العامه. مجموع الثانويه العامه، النسبه المئويه بتاعت الثانويه العامه، النسبه المئويه 65 66 67 90 على حسب مجموعك في الثانويه العامه. فيبقى لازم اول حاجه اسمك، المجموع بتاع الثانويه العامه والنسبه المئويه بتاعت الثانويه العامه. دي اول نقطه. تاني حاجه، لو انت هتقدم من خريج ثانويه عامه هتحتاج ايه بقى؟ هتحتاج عندك اسم المدرسه بتاعت الثانويه العامه، اسمك رباعي، تمام، الرقم القومي بتاعك انت، تمام، تليفون محمول بتاعك انت، وتاريخ الميلاد بتاعك انت. تمام، دي الحاجات اللي انت تحتاجها لو انت خريج ثانويه عامه. ماشي، وهتعرف طبعا اذا كنت ثانويه عامه ولا ازهريه ولا دبلومات ولا اي حاجه من دي كلها، تمام، او ثانويه عامه وما يعادلها بمعنى اصح. فدي الحاجات اللي انت تحتاجها عشان تقدم على الموقع لو انت خريج ثانويه عامه. تمام، هي الحاجات دي يا رجاله بالنسبه لمين؟ بالنسبه لخريج الجامعات، بالاضافه الى تقدير الجامعه وكليه الكليه اللي انت خارج منها والجامعه اللي انت متخرج منها، وبرده المجموع الثانويه العامه، تقدير الثانويه العامه اللي هو النسبه المئويه، برده المدرسه اللي انت كنت متخرج منها من الثانويه العامه. تمام يا رجاله، ده كل اللي انت هتحتاجه عشان تسجل على الموقع بتاع كليه الشرطه. تمام، اعتقد كده مفيش اي حاجه محتاجها تاني، او كده جبت لك كل حاجه خاصه بالتقديم على الموقع. ماشي يا رجاله، بمعنى صح البيانات اللي انت محتاجها بياناتك انت الشخصيه، بس لازم تكون واخدهم معاك عشان تبقى عارفهم، بدل ما تاخد مشوار للسايبر او لو انت هتقدم على الجهاز. بس ما انصحش انك انت تقدم على الجهاز، لان طبعا هيكون الموقع تقيل جدا جدا، فطبعا هتبقى صعب عليك انك انت تقدم. ماشي يا رجاله، ده كل اللي انت هتحتاجه عشان تقدم على الموقع لو خريج ثانويه عامه او ازهريه او ما يعادلها او خريج جامعه. تمام يا رجاله، تمام. النقطه الثانيه هتكلم فيها بعد كده، واللي هي ايه الاوراق اللي انت محتاجها اصلا لكليه الشرطه. لما ربنا يكرمك وتعدي القدرات وتعدي المقاس والقوام وتعدي الطبي وتعدي الطب النفسي وتوصل لسمات 1 وسمات 2. سمات 2 ده بقى هتبدا انك انت تستلم الملفات بتاعتك. تمام، فانت عشان تستلم الملفات بتاعتك لازم تبقى كل حاجه جاهزه. تمام. في سؤال بيجي لي كتير، طب هل الافاده بينفع ان انا اسحب بيها الملف؟ تمام، او هل الافاده بيقبلوها مكان شهاده التخرج مؤقتا؟ تمام، انا هجاوب على السؤال ده برضو في اخر الفيديو. تمام يا رجاله، تمام. بص، مبدئيا كده ايه الاوراق اللي انت تحتاجها؟ اهم حاجه في كليه الشرطه الكود العائليه. لو عملت 3 كود عائليه سليم من غير تعذر يبقى انت كده خلاص حليت 70% من مشكله الورق. 70%، ده 80% او 90% كمان. تمام يا رجاله، يبقى اهم حاجه الكود العائليه. تمام، يبقى دي اول 3 حاجات هتحتاجهم، الكود عائليه، كود عائلي لوالدك، كود عائلي للجد من ناحيه الاب، وكود عائلي للجد من ناحيه الام. تمام يا رجاله، تمام. هتحتاج ايه بعد كده؟ المؤهل بتاع لو انت خريج ثانويه او خريج كليه. لو خريج ثانوي شهاده الثانويه، لو انت خريج كليه شهاده الثانويه بالاضافه لشهاده الكليه. تمام. طب هل الافاده، انا هجاوب على السؤال بقى دلوقتي، هل الافاده دي تنفع مكان شهاده التخرج؟ في لجان ولجان بتقبل الافاده، يعني في لجنه بتقبل الافاده وفي لجنه ما بتقبلش الافاده، يقول لك لا هات شهاده التخرج. تمام، فانت برضه هتقدم عادي مفيش اي مشكله. ماشي يا رجاله، فانت هتسحب الملف بالافاده عادي. تمام، هتسحب الملف بالافاده عادي، ماشي، مفيش اي مشكله.
لكن لما تيجي تسلم الملف ممكن الضابط او قائد اللجنه بتاعتك ممكن يقول لك لا انا عايز شهاده التخرج، ممكن يقول لك عادي هات الافاده مش مشكله. تمام يا رجاله؟ تمام. ففي الحاله ديت يبقى انت تحتاج تاكد عائليه وشهاده الثانويه وشهاده الافاده او شهاده التخرج. تمام. الحاجه بعد كده مؤهل الوالد ومؤهل الوالده. هتقول طب هما بدون مؤهل، خلاص لو والدك دبلوم صنايع هتجيب المؤهل برضه، لو والدك دبلوم تجاره هتجيب المؤهل بتاعه برضه. تمام. ما تجيبش الاصل، صور الاصل واختمه من المدرسه اللي فيها والدك او اختمه من اي مصلحه حكوميه سواء مستشفى مدرسه اي مدرسه فيها ختم النسر. تمام يا رجاله؟ تمام. اللي هتحتاجه بعد كده اقرار ذمه ماليه، ده كليه الشرطه. اقرار الذمه الماليه، اقرار الذمه الماليه ده هتجيبه منين؟ هتجيبه من اي بريد. تمام. هتجيبه من اي بريد اللي هي البوسطه، هتجيب اقرار الذمه الماليه ب 50 جنيه. ماشي يا رجاله؟ تمام. هتحتاج ايه تاني؟ هتحتاج طبعا الحيازات، لو في عندك الشقه بتاعتك مكتوبه باسمكم هتجيب ما يثبت، لو معاك محل باسمك او باسم والدك او ايا كان بتاع مين، والدك والدتك اخوك ايا كان، هتجيب ما يثبت كده. معاكم عماره هتجيب كده، معاك عربيه هتجيب ما يثبت كده. تمام يا رجاله؟ يبقى احنا كده اللي هو اكيد عائليه، شهاده التخرج، شهاده الثانويه، مؤهلات الوالدين، تمام، واقرار الذمه الماليه، والحاجه الاخيره اللي هي ايه؟ طبعا الحيازات والمدخرات اللي هي العقارات او ما شابه ذلك. تمام. تمام. لو في عندك اي تفوق رياضي، اي تفوق في واخد حزام، واخد في الكاراتيه، واخد اي حاجه في الكونغ فو شهاده معتمده، هتجيبها برضو معاهم. تمام يا رجاله؟ تمام. ايه تاني هتحتاجه معاك لو انت خريج جامعه او انت خريج ثانويه عامه؟ هتحتاج معاك بعد كده يا رجاله شهاده ميلاد اصليه، صوره بطاقه والدك ووالدتك، صوره بطايق بس ما يكونوش منتهيين. تمام. لو منتهيين عادي مش مشكله، بس يفضل ان هم ما يكونوش منتهيين. تمام يا رجاله؟ تمام. وانا كده اتكلمت عن جميع الاوراق اللي انت تحتاجها عشان تسحب بيها الاوراق، اتكلمت كده عن اوراق عشان تسجل على الموقع، واتكلمت عن الاوراق اللي هي تحتاجها عشان تسحب بيها الملف، واتكلمت عن الاوراق اللي انت تحتاجها عشان تسلم بيها الملف ان شاء الله في السمات. ماشي يا رجاله؟ الاوراق دي كلها سهله وما فيهاش اي مشكله خالص، بس هي اهم حاجه الكود العائليه. انت خلصت الكود العائليه كده انت خلصت ما يعادل 90% من الورق. تمام. تمام. طب في سؤال برضو جاوبته لكم في اول الفيديو وهقوله لكم تاني، ان كليه الشرطه مش بتقبل التعذر. لو عملت تعذر للجد من ناحيه الاب هتضطر انك انت تعمل تعذر للجد من ناحيه الاب، وهتعمل كده عائلي لكل عم وعمه. تمام. ونفترض لو عمك مش لو عمك في مشاكل في الاسامي وكده هتعملوا تعذر ولا مش هينفع التعذر؟ هينفع التعذر مفيش اي مشكله. تمام يا رجاله؟ تمام. يبقى انا كده قلت لك جميع الاوراق اللي انت تحتاجها عشان خاطر تسحب الملف وتسجل على الموقع. تمام. وان شاء الله عشان تستلم الملف لما ربنا يكرمك وتعدي الطبي والنفسي، اهم حاجه دول، وبعد كده تعدي ايه؟ اسمات واحد واسمات اتنين هتسلم فيه الملف بتاعك. تمام يا رجاله؟ وبرده الافاده قلت لك في دكاتره، في ضباط بيقبلوها وفي ضباط مش بيقبلوا الافاده. تمام يا رجاله؟ بس ده الموضوع بتاع النهارده. لو انت يا صاحبي لسه مش مشترك في القناه، فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام يا ابطال؟ ولو في عندك اي سؤال سيبوا لي في الكومنت، انت هتلاقيني برد على كل الناس، ولو بعتذر عن الناس اللي مش برد عليها فعلا، بس والله بكون مضغوط، انا بكون مضغوط لو انا اتاخرت عن اي حد في الرد. تمام. في برضو حاجه تاني، ورقه تانية برضو هتحتاج انك انت تجيبها، اللي هي موقفك من التجنيد. لو انت شخص ما قدمتش على الجيش، دي للناس اللي هي خريجه الجامعات مش للثانويه عامه خالص. لو انت خريج الجيش، لو انت في الجيش هتجيب ما يثبت كده اللي هي 110 او ما يثبت كده. تمام. لو انت لسه ما قدمتش هتجيب موقفك من التجنيد اللي هي ايه؟ اسمها 6 جند باين او حاجه زي، لا مش 6 جند، ال7 جند، هتجيبها من اي مديريه الامن الخاص التابع لها انت. هتقول انا محتاج موقف من التجنيد هجيبها لك. ماشي يا ابطال؟ ده كل ما يخص الاوراق المطلوبه عشان تسجل على الموقع، عشان تسحب الملف، وعشان عشان تسلم الملف ان شاء الله. تمام يا ابطال؟ بالتوفيق ليكم. طارق البدري.